بقول لك يا اسطى انا عايز 200 يورو يا اسطى عشان رايح اجيب هدوم للبت وكده يا اسطى. يا اسطى انا لو اديتك 10 يورو مش هتديهاني يا اسطى. يا اسطى عيب كده يا اسطى. عندك حد هيجيب لك الفلوس دي؟ ايوه لو رنيت لك على واحد دلوقتي هيجيبهم لي واحنا واقفين. طب يلا يا عم اتصل على التاني بقى. طب نقلل الرقم ولا نخليها 200 يورو زي ما هي؟ نخليها 200 يورو زي ما هي. انت واثق من نفسك قوي كده ليه؟ هيجيبها دي. الو الو يا معلم. عامل ايه؟ الحمد لله يا اسطى والله انت عامل ايه؟ انا الحمد لله. بقول لك يا اسطى عايز منك كده حاجه. اتفضل يا صاحبي. عايز يا اسطى منك 200 يورو عشان خارج مع البت واجيب لها طقم وكده. خارج مع البيت؟ ايوه اجيبها لك يا صاحبي. خلاص يا اسطى حولها لي على نستا باي. لا يابا انا مش هحولها على اس بي، انا هاجي لك هنا عشان اشوف البيت بتاعتك. يا عم مالكش دعوه بقى انت هتحولهم ولا لا هتعمل لا انا ايه؟ هاجي بس عشان عايز اشوف. يا عم حولهم بس يا اسطى هنشوف الحوار ده. عايز اشوف موسى الدنيا، عايز اشوف خطيبة اخويا. قول له انت بقى احنا بنهزر. يا عم ده احنا بنهزر. قفل السكه اهو. بيقول لك هيجي لك عشان يشوف البيت. اه طب اتصل عليه تاني، اتصل عليه تاني. مش عايز يرد عليه. الواد شكله جاي بجد. يا اسطى انت وصلت لفين؟ انا داخل على الدوم اهو. بنقول لك يا اسطى احنا كنا بنهزر معاك، الراجل ده قال لي هطلب منه فلوس وهيجيبها لي. مفيش بيت ولا حاجه، احنا كنا بنهزر. خلاص انا مش جاي الف وارجع. يا ده هو صاحبك مستنيك بقى خلاص، طالما وصلت الدوم وتعالى. صاحب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت ناسي عشر بقى ابراهيم بايه؟ بيحبوك قوي. ايوه بيحبوني.